في يوم من أيام تصوير فيلم صراع في المينا، وزي ما اتعود كل يوم إنه يروح ويرجع بلبس التصوير، خرج عمر الشريف من المينا بعربيته وهو بنفس لبس التصوير. وفي حي اللبان وقفوا عسكري مرور وبصله من فوق لتحت وبص لهدومه، وإزاي واحد زي ده راكب عربية زي دي، وبينه وبين نفسه خد قرار إنه أكيد سرق العربية. فزعق وقال له: ظبطتك يا حرامي، هو انت اللي بتسرق العربيات ومدوخ البوليس وراك؟ فعمر الشريف رد عليه وقال له: حرامي ايه يا عم، دي عربيتي. فالعسكري بصله كده في دهشة وقال له: وكمان بتقول عربيتك، يا لص يا خارج على القانون يا شيخ المنصر؟ فعمر قال له: والله يا شاويش دي عربيتي. وهنا ابتسم العسكري وهو بيقول له: ايوه حيلني حيلني، وقول لي يا شاويش، يعني مش عارف العسكري من الشاويش؟ انا في الاسم هخليك تعرف قدامي على الاسم. وهنا اضطر عمر الشريف انه يقسم له ان انا الممثل عمر الشريف، وانه كان بيمثل في المينا. فالعسكري صمم وقال له: يعني عايز تقنعني ان الشيالين كمان بقوا ممثلين؟ فعمر قال له: لا، الممثلين هم اللي بيعملوا ادوار الشيالين. فالعسكري سكت شوية وقال لعمر الشريف: طب وريني رخصتك كده. فعمر جه يدور على الرخصة، لقاها مش معاه ولا معاه أي إثبات شخصية. وهنا قال له العسكري: طب حرامي، على الاسم قدامي وما تضيعش وقت الحكومة. طبعا الناس كانت اتلمت، ومنهم اللي ما كانش عارف مين ده، ومنهم اللي كان عارف إنه عمر الشريف الممثل، بس محدش قدر يتكلم بعد ما العسكري قال: اللي هيتكلم كلمة واحدة يبقى شريكه وزميله في العصابة. في الوقت ده وبعد الفرهدة والمخمضة استسلم عمر الشريف، وقرر إنه يروح مع العسكري على الاسم على أمل إنه يلاقي الفرج، لكن ما لقاش غير فرج نفسه. طب فين الضابط؟ قالك راح يحقق في جريمة قتل وممكن ما يجيش، استنى بقى لما الضابط النبطشي يجي الساعة 10 بالليل. حاول عمر الشريف إنه يلاقي حد يعرفه من العساكر أو الشاويش الموجود، مفيش خالص. والعساكر رايحين جايين يقولوا له: احنا هنعشيك النهارده. وطبعا هو كان فاهم ان العشاء عبارة عن ايه، فطلب انه يستخدم التليفون على الاقل عشان يطمن مراته الست فاتن حمامة. فقالوا له: لا ممنوع. طيب ودوني المديرية يمكن حد يعرفني هناك، برضه ممنوع. وفي النهاية قال: امر لله، وهستنى الضابط لما يجي. والساعة 10 مساء جه الظابط، ولسه عمر هيتكلم لقاه بيقول له: أستاذ عمر الشريف أهلا وسهلا. وهنا اتسمر العساكر والشاويش في مكانهم، وبقوا مش عارفين يقولوا إيه للأستاذ عمر الشريف غير إنهم اعتذروا له عن سوء الفهم ده، وإن اللي ما يعرفك يجهلك. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.